فاكر زمان لما كنت بتروح فرح ووزعوا عليك شوكولاته؟ ايوه هي دي الشوكولاته دي كنا بناكلها وطعمها كان جامد، وكان في بعض مننا بعد ما يخلص الشوكولاته يلف ورقه الفويل بتاعتها ويبدا يعض عليها، وهنا كان يحس بوجع غريب. عمرك فكرت ايه سبب الوجع ده؟ زمان الحشوات ما كانتش بيضه نفس لون الاسنان. شايف السنان دي؟ خلي بالك دي مش تسوس، دي حشوات معدنيه عملتها وانا عندي حوالي 10 سنين. ايوه بالظبط، الحشوات زمان كانت معموله من المعدن، فيها زئبق ومعادن تانية، وعارف اسمها ايه؟ امالجم. وهنا بتيجي المشكله، المعادن اللي في الاسنان مع اللعاب اللي في بقنا ممكن يعملوا حاجه اسمها صدمه كهربائيه او جالفانيك شوك. ممكن يتكون تيار كهرباء صغير يعمل لك صدمه في السن. الوجع بيكون مفاجئ وحاد لدرجه ممكن يحسسك انك ممكن تدوخ او تقع، وفعلا بيجي مرضى كبار بيشتكوا من وجع غريب كل ما ياكلوا. وفي الطبيعي بساله بتحس بالم امتى؟ بيقول لي كل ما باكل بحس بكهرباء في سني. سالته طب بتاكل بشوكه او بمعلقه معدن؟ ويرد عليا بايوه طبعا. ساعتها بقى بتأكد من السبب، إن المريض اللي زي كده بيبقى عامل حشوة معدن في أسنانه، وكل ما الشوكة أو المعلقة تلمسها بتحصل الشرارة دي. وأكيد أنت فهمت كده ليه دلوقتي، علشان معدن على معدن ما يرولش. وكانت الحشوة دي منتشرة جدا زمان. أنا حاتم دكتور أسنان، ولو عايز تعرف أي حاجة عن الأسنان اعمل لي فولو.